في ملحمة كروية بين منتخب مصر ومنتخب إيران. قدر المنتخب المصري إن هو يحسم صعوده كتاني للمجموعة بعد بلجيكا بفارق الأهداف، وللأسف زي ما كلنا عارفين إيران كانت مستنية إنها تصعد أحسن توالت، ولكن الجزائر عملتها معاه. مش عيب ان كل واحد يدور على مصلحته. بعد صعود المنتخب المصري والمرحله الجايه هي استراليا في الادوار الاقصائيه. دور ال 32 بدا وكلنا طبعا اتفرجنا على الماتشات اللي لسه بتتلعب لحد دلوقتي، ولكن كانت بادئه بمفاجات كبيره جدا. اليابان يعني كانت هتعمل مفاجاه من اكبر مفاجات بخروج البرازيل، ولكن العجوز انشيلوتي تدخل في الوقت المناسب وقدر ان هو يحسم المباراه والقضاء تماما على احلام الساموراي. كمان شفنا باراجواي اللي كانت مع استراليا في نفس المجموعه واللي صعدت من افضل الثوالث، وهي بتطلع منتخب المانيا بعد ما عملت قدامها ماتش دفاعي جميل جدا الصراحه، وقدرت انها تتقدم على المانيا، والمانيا بعد كده تعادل، يروحوا اشواط اضافيه، بعد كده ضربات جزاء، والماتش يروح ويجي يروح ويجي لحد ما باراجواي قالت كلمتها في النهايه، او خلينا نقول بمعنى اصح المانيا رفضت انها تصعد الدور الجاي، باراجواي هي اللي تصعد، واحده من اكبر المفاجآت اللي موجوده في البطوله لحد دلوقتي. وبيني وبينك عادي يعني. كمان شفنا كندا بتقصي جنوب افريقيا 1-0 في الدقيقه الاخيره علشان يتاكد مقابلتها المنتخب المغربي اللي قدم ملحمه ولا اروع. منتخب المغرب يا جماعه ما بقاش منتخب افريقي عادي، ده بقى منتخب افريقي بمواصفات عالميه بيناطح الكبار. يعني انا مش عايز اخبي عليك حاجه، انا كنت واثق ان المنتخب المغربي هيعدي المنتخب الهولندي بسهوله، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. منتخب هولندا يتقدم على منتخب المغرب 1-0 هجمه مرتده بشوط بره 18، والمغرب يحاول لحد ما ربنا انصفه، وفي الوقت بدل الضايع قدر ان هو يجيب جون التعادل، والمباراه تمتد لاشواط اضافيه، ومن ثم تيجي ضربات الجزاء، ومن ثم كمان يجي دور ياسين بونو الحارس الأعظم في تاريخ المغرب وأفريقيا علشان يكون سبب رئيسي في صعود المغرب للدور اللي جاي. وكمان في نفس الدور النرويج بتقدر انها تتغلب على كوت ديفوار 2-1 تصعد الدور ال16. وكمان شفنا معركة كروية ما بين المكسيك والإكوادور، ماتش جنوب أمريكي بحت، خلص بفوز المكسيك 2-0 في مباراة بصراحة منتخب المكسيك جامد جدا يا جماعة. يعني الماتش ده حرفيا كان المفروض يخلص 4-5 ايزي. فمن هنا حابب اقول لك ان المفاجآت موجوده، المباريات الصعبه موجوده، الوقت الاضافي موجود، وضربات الجزاء موجوده وبقوه في دور 32. نرجع للماتش بتاعنا مصر واستراليا. زي ما قلنا منتخب مصر صعد كتاني، وكذلك الامر منتخب استراليا صعد كتاني في مجموعه فيها امريكا وباراجواي وفي تركيا. منتخب استراليا قدر ان هو يكسب تركيا 2-0، خسر من امريكا 2-0، وتعادل في ماتش رخم جدا مع الباراجواي، وقدر ان هو ياخد منها نقطه. الحاجه اللي انت ما تعرفهاش عن منتخب استراليا ان هو اول ما وصل للادوار الاقصائيه منتخب استراليا بيحصل له كولابسنج، يعني انهيار. منتخب استراليا عمره ما كسب مباراه في دور اقصائي في كاس العالم قبل كده. يعني لو بصينا على نتائج المنتخب الاسترالي، عندك كاس العالم اللي فات خسر من الارجنتين 2-1، كاس العالم اللي قبله طلع حصلت المجموعه، وكاس العالم اللي قبله في 2014 برضه طلع حصلت المجموعه. انا هنا بقول لك الكلام ده علشان اطمنك، المباراه لا هي سهله ولا هي صعبه، يعني فريق في المتناول، تقدر ان انت تعمل عليه جيم كويس، وتقدر انك تحط فيه اهداف، وعندك تشانس كبيره كمان ان انت تصعد الدور بعد كده. لا داعي للقلق. وكما قال اللاعب قفشه، القلق في اللي جاي مش في اللي بعد كده لما نروح نشوف الارجنتين. في الفيديو ده هنبص على الخطه التكتيكيه اللي كابتن حسام حسن محضرها لمنتخب استراليا، وتهيئه اللعيبه نفسيا علشان نقدر نعدي الدور اللي بعد كده، خاصه ان احنا عندنا اصابات في الفريق، زي عندك احمد فتوح خلاص للاسف كاس العالم بالنسبه له انتهى، لانه هيحتاج حوالي من 2-3 للرجوع للملعب من تاني. عندك كمان مهند لاشين واخد انذار تاني، وكمان محمد عبد المنعم. ولكن ان شاء الله البركه في اللي موجود، وان شاء الله الرجاله هتأدي اللي عليها واكتر، وبمشيئه الله تعالى هنصعد الدور اللي بعد كده. انت منتخب مصر، انت منتخب كبير، اللي قاعد على الدكه لازم يكون مستواه زيه زي اللي بيلعب اساسي. ويبقى السؤال، هو احنا وصلنا تكساس ازاي؟ خلينا نقول الكابتن حسام حسن كان غادر من مصر لامريكا وهو شايل احلام 120 مليون مواطن على كتافه ان احنا نعمل اداء كويس ونحاول نروح لابعد الحدود في كاس العالم دي. انا بقول 120 مليون ما عدا كام واحد كده
يعني اصحاب النفوس المريضه كلنا عارفينهم، وهم فاتحين نفسهم بنفسهم، وان شاء الله ربنا يخزنهم. ولحد دلوقتي خلينا نقول ان احنا مبسوطين بمنتخب مصر، حتى لو لا قدر الله حصل في الامور امور احنا مبسوطين بمنتخب مصر. منتخب مصر في ال3 مباريات اللي فاتت قدر ان هو يونايت اس، ان هو يوحدنا من تاني. كابتن حسام حسن قدر يعرفنا ان حسام حسن مش جرينتا بس او روح بس، لا، في عنده تاكتكس في الملعب، والراجل ده عنده افكار. خد بالك، خلينا نكون صراحه مع بعض، كابتن حسام حسن وكابتن علي ماهر هما الاثنين اللي معاهم الدورات التدريبيه المحترفه من الفيفا. بخلاف كده كله بيشتغل على الله. والحقيقه كمان لحد دلوقتي حسام حسن قادر ان هو يعني مش 100% يعتمد على مهارات محمد صلاح او مرموش بس، مرموش اللي لسه ما جاش لحد دلوقتي البطوله، واحنا كشعب مصري مستنيين منه اكتر. ولما لا ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمه في المباراه الجايه وتبدا انطلاقه عمر مرموش من دور ال 32. لكن حسام حسن قدر ان هو يبني فريق. وانت لو ملاحظ اداء منتخب مصر في المباريات ال3 اللي فاتت هتعرف ان في فرق ملحوظ جدا في اللياقه البدنيه اللي عند منتخب مصر، وانت اكيد شايف الكلام ده. يعني واحد زي محمد هاني اللي الصحف العالميه بدات انها تكتب عنه ويقولوا صاحب ال3 رئات، او هو جاب الرئه الثالثه دي منين؟ الله اكبر، وخمسه وخميسه في عين كل الاوروبيين. ولما تيجي تبص على احصائيه لاعبي منتخب مصر في الوسط زي امام عاشور ومروان ومهند لاشين اللي حرفيا بيجروا بمعدل 11 كيلو متر في المباراة الواحدة، دي يا جماعة احصائيات ما يعملهاش الا لاعبي مانشستر سيتي بيلعبوا في نهائي الشامبيونز ليج. فزيادة اللياقة البدنية عند منتخب مصر الحمد لله رب العالمين كله تمام، والحمد لله كله قادر ان هو يقف على رجله لحد دلوقتي. فمن هنا حابين ان احنا ندي كريدت لكابتن حسام حسن ونقول له شكرا جدا على المجهود اللي انت عملته وبتعمله وهتعمله، خاصه كلنا عارفين ان هنا ابو ريده عنده النيه ان هو يمد عقد حسام حسن مع المنتخب لمده 4 سنين. ليه لا؟ خلينا نعتمد على فكره الاستقرار. حسام حسن راجل وطني بيحب مصر جدا، وعنده حتى القابليه ان هو يطور من نفسه في المستقبل. على الناحيه الثانيه من الكوكب منتخب استراليا او الساكروز، منتخب استراليا اللي بيشارك في كاس العالم بقاله فتره، واللي يعني زي ما قلنا مش منتخب اللي هو المرعب اللي هو انت داخل متوقع هتشيل منه كام مثلا. لا يا جماعه، منتخب استراليا منتخب عادي جدا على فكره، وشفنا كمان منتخبات من اسيا بتكسبه بسهوله جدا. فانا عايزك ما تقلقش، المنتخب الاسترالي يعني في المتناول، don't you worry. ولكن مش معنى كده ان انت تنزل واثق وحاطط الماتش في جيبك، لا، تبقى غلطان وهتحجز اول تذاكر طيران على مصر وهترجع. منتخب استراليا اي نعم هو مش بالمنتخب المرعب، ولكن منتخب يحترم. منتخب استراليا طبعا بيشتهر بأطول قامات في كاس العالم، عندهم اطول ناس موجوده احصائيا في كاس العالم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وبكل تاكيد كابتن حسام حسن يعرف الكلام ده كويس، وبناء عليه هو بنى الخطه بتاعته علشان يعدي منتخب استراليا. بما اننا اتكلمنا عن الطول يبقى بديهي جدا ناخد بالنا من الضربات الركنيه والعرضيات والفاولات اللي بره 18 وهكذا. واكيد ثم اكيد ده سلاح مهم جدا بالنسبه لمنتخب استراليا. واكيد هم اتفرجوا على مباراة مصر وايران اللي مصطفى شوبير يعني بعد ما عمل ماتش ملحمي طلع في اخر كام كوره كده في ماتش ايران حرفيا خلانا نحط ايدينا على قلبنا. مصطفى شوبير شكله عنده قصور في المنطقه دي ولازم ياخد باله، لان لو ما اخدش باله يعني الموضوع هيبقى صعب جدا. ان شاء الله رب العالمين. وحسب التقارير محمد صلاح جاهز كليا للمباراه دي، وكمان عندنا حمدي فتحي بدا يشارك في التدريبات، وفي كلام ان هو جاهز برضو للمباراه دي على الاقل علشان يعوض غياب مهند لاشين اللي حاصل على انذارين في المباراه دي. وكابتن حسام حسن في المباراه دي هيعتمد على حاجه اسمها اللامركزيه الوهميه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيستغل محمد صلاح ان هو يعمل عمليه ديستراكشن للمدافعين بتوع استراليا، ان هو يطلعهم بره المناطق بتاعتهم علشان يفتح مساحات للقادمون من الخلف. يعني عندك واحد زي امام عاشور، عمر مرموش او تريزيجيه، ايا سواء هو اللي هيلعب، وكمان مروان عطيه. ومحمد صلاح هيكون جزء كبير جدا من الخطه اللي حسام حسن هيبنيها للمباراه دي، حتى لو مش بالفعاليه على المرمى هيكون عن طريق تشتيت المدافعين علشان يفتح المجال لغيره ان هو يدخل ال 18 زيكو، مرموش، امام، تريزيجيه. في كمان عيب قاتل في منتخب استراليا، الدفاع بتاعهم عنده بطء في الارتداد بطريقه ملحوظه جدا. بمعنى اصح امام عاشور، مروان عطيه لو قدروا ان هم يمرروا الكوره بسرعه
بسرعه من منتصف الملعب لقدام هتلاقي انفرادات كتير جدا لصلاح، مرموش، زيكو، وحتى ممكن انفرادات لامام عاشور نفسه. فدي حاجه مهمه جدا لازم نلعب عليها. اي نعم هم طوال ولكن مش بالسرعه اللي فيها منتخب مصر. بص، هي المباراه مش سهله ولا صعبه في نفس الوقت، يعني مباراه في المتناول. زي ما انت هتعمل مجهود علشان تصعد دور بعد كده، منتخب استراليا هيعمل مجهود عشان يصعد دور بعد كده لاول مره. انا شايف ان هي مباراه متكافئه جدا هيحكمها التفاصيل الصغيره. متوقع ان انت تروح اشواط اضافيه، فحاول وزع مجهودك في الملعب. كابتن حسام حسن ما استعجلش في التغييرات زي مباراه ايران. احمد فتوح كان بيلعب برجله ونص، فمن هنا نعمل بلاننج للمباراه. لازم اسيب على الاقل تغيير او 2 تحسبا ان انا اروح اشواط اضافيه، وارد جدا تروح اشواط اضافيه. مصطفى شوبير ياخد باله وهو بيطلع على الكرات العرضيه، لان اللعيب ده كان واضح جدا، واكيد منتخب استراليا شافوه في مباراه مصر وايران، واكيد هيركزوا عليه في المباراه اللي جايه. خط النص نلعب كره بسرعه لقدام، وبلاش حته ان احنا نبدا الهجمه، لازم من ورا. مرموش لو هنلعب نبطل انانيه ونلعب مع زمايلنا في الملعب، علشان هي الكوره 11 لعيب مش لعيب واحد بس. انا عارف ان انت عندك الجرينتا ان انت تبين نفسك، انا عمر مرموش، انا موجود في كاس العالم، ولكن ده مش وقته خالص. هنا وقت ان احنا كلنا نبص لمنتخب مصر عشان نصعد الدور اللي بعد كده. محمد صلاح برضو كلنا ملاحظين ان هو بيطول الكرة في رجله، و kinda slow thinker. محمد صلاح في المباراة دي برضو معتمد على ربنا اولا، ثم عليه ان هو يطلع الناس بتوعنا انفرادات و through passes والحاجات اللي محمد صلاح بيحبها دي، واحنا كمان يعني. اما بالنسبه لتشكيل المباراه فانا اتوقع ان هو يبدا بمصطفى شوبير في حراسه المرمى كالعاده، قدامه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، الشمال هيبقى كريم حافظ، مجبر اخاك لا بطل، وان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقه يعمل ماتش هايل. ناحيه اليمين طبعا المتالق نمبر 1 في المنتخب المصري كاس العالم ده هو محمد هاني. نص الملعب هيكون مروان عطية اساسي اللي اخذ راحه كبيره في مباراه ايران، قدامه هيكون محمود صابر اللي عمل ماتش كبير قدام ايران، وقدامهم امام عاشور. ناحيه اليمين هيكون محمد صلاح او زيكو، بعد كده في النص محمد صلاح، وعلى الناحيه الثانيه اعتقد ان هو هيدي فرصه لتريزيجيه، خاصه ان تريزيجيه عمل مجهود لا بأس به في مباراة إيران. توقعي المباراة دي ممكن تمتد لأشواط إضافية، وإن شاء الله رب العالمين كنتيجة توقعي منتخب مصر يكسب 2-1. قولي بقى رأيك في الكومنتس، تفتكر المباراة هتخلص كام والتشكيل المناسب لمنتخب مصر، ويا ترى مين ممكن يجيب أهداف؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان إن شاء الله في المباريات الجاية هنتكلم أكتر. سلام.